السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إخواني متتبعي قناتكم يوميات فلاح، أرحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على أنواع السلالات الأصيلة بالمغرب. وكيف كتعرفوا كاين 5 ديال السلالات اللي هي أصيلة ومتفرقة في أنحاء المغرب، وكل منطقة كتمتاز بهذه السلالة. فما تمشوش بعيد ونرجع لكم بعد الفاصل. قبل ما نبداو نعرفكم على كل فصيلة من الفصائل، ما تنساوش تشتركوا في القناة وضغطوا على زر الاعجاب ليصلكم كل جديد ديال الفصائل اساسية واصيلة بالمغرب. الفصيلة الأولى هي فصيلة السردي، ثم فصيلة الدمان، وفصيلة تيمحضيت، وفصيلة أبي الجعد، وفصيلة بنيقيل. وغنتعرفوا على كل فصيلة كل وحدة بوحدها ونعطيو المميزات ديالها ورقعة انتشار ديالها بالمغرب. أول سلالة غادي نشوفوها في الصورة. هاد السلالة هادي معروفة باللون الأسود في الفم ديالها وفي العينين وفي الرجلين، وأنها كتكون كبيرة الحجم وعليها إقبال كبير في المغرب. كيكون الثمن ديالها مرتفع وعندها قرون كبار. وهاد السلالة كتسمى سلالة السردي، وانتشار ديالها كتنتشر في إقليم الشاوية في رحامنا وإقليم مراكش كذلك. السلالة الثانية اللي نقدروا نشوفوها كذلك وهي هاد السلالة هذه اللي كتنتاج بالراس ديالها كيكون حمر، وعندها كذلك قرون ما كيكونوش كبار بحال سلالة السردي، وكتمتاز بالصوف ديالها كيكون كثير بزاف نظرا للمناخ والظروف اللي كتعيش فيها، لأنها كتعيش في مناطق باردة في الجبال. وهاد السلالة هي كتسمى سلالة ديال التيمحضيت، وكتعيش في المناطق الجبلية في الأطلس الكبير والأطلس المتوسط. وبالنسبة للسلالة الثالثة وهي اللي كتشوفوا دابا الآن، فهي السلالة كتمتاز بكبر الحجم ديالها وكتشبه السردي، غير انها هذه ما فيهاش البقع السوداء لا في العينين ولا في الفم ولا في الرجل، فهي كاملة لون واحد. وكيعيطوا لها الصفراء، السلالة الصفراء ولا سلالة أبي الجعد. وهذه هي سلالة نقية وكتواجد بهضاب الفوسفات وتادلة وأبي الجعد بطبيعة الحال. السلالة الرابعة هي هذه كيقولوا لها سلالة الدمان، كتنتشر في الأقاليم الجنوبية الشرقية، مثلا زاكورا، إقليم ورزازات، إقليم الرشيدية. هذه فيها مميزات جوج مهمين بزاف، اللي هما أنها ما عندهاش القرون، هي دايره بحال ما هكا، وكتمتاز بالقصر ديال القامة ديالها كيف كتشاهدوا. دابا هادو يقدروا نتوما بانوا لكم بانهم راهم صغار، ولكن راه كاين اللي فيهم هنايا حولي كبير وكيبان صغير. ناتي على اخر سلالة وهي سلالة بني مقيل، وهاد السلالة كتنتشر في شرق المملكة، اقليم وجدة مثلا، اقليم فيقيق، ميسور، وطات الحاج، جرادة. وهذه كتمتاز باللون البني او الاحمر في الوجه ديالها، وكذلك في الصدر ديالها وفي الرجلين كيف كتشوفوا. وهي سلالة ممتازة وأصيلة. وفي الأخير أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو، والتقيكم في فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.